تخيل معايا كده ان في زرارين في جسمك انت تقدر تتحكم فيهم بطاقتك على مدار اليوم، تركيزك، انتاجيتك، وكمان اليوم اللي بعده. والزرارين دولت للاسف معظمنا لما بيجي ان هو يدوس عليهم، بدل ما بيدوس على الجزء الاخضر بيدوس على الجزء الاحمر. فالنهارده انا هقول لك ازاي تتعامل مع كيمياء مخك، تمام؟ هفهمك ازاي مخك بيشتغل، وازاي تستغل عادتين او 3 عادات بسيطة جدا، بجد مفيش ابسط منهم، وهيأثروا على تقريبا 100% من يومك. فهشرح المرة دي على السبورة عشان يكون الكلام اوضح، وعشان برضو اوريكم الفرق. معظمنا لما بيفتح او لما بيصحى من النوم، ان ما كانش كلنا، اول حاجه بيعملها ان هو الموبايل ويروح يجيب الموبايل يا باشا، يتشيك على النوتيفيكيشنز، يشوف لو حد بعت له ريلز، يشوف لو حد عمل له لايكس على ستوريز او ايا يكن. فانت بتعرض لنفسك لايه؟ بعرض نفسي اولا لاخبار كتيره جدا مختلفه، بعرض نفسي لمشاعر كتيره مختلطه، حاجات تفرح، حاجات تزعل، حاجات عكس بعض. فكل دي مشاعر، وكل دي حاجات بتخش عقلك فجأة. فانت الكورتيزول عندك، يعني ربنا مدينا نعمه وهرمونات، الهرمونات ديت منها هرمون الكورتيزول. هو مش هرمون سيء او هرمون شرير زي ما الناس بتقول، لا، هو الهرمون دوت بيديك طاقه وبيفوقك، حلو. فالهرمون دوت المفروض يطلع بتدرج طبيعي، حلو. لما انت بتعرض نفسك لحاجات كتيره جدا مشتتات زي ديت في بدايه يومك، انت بيحصل حرفيا زي قفزه كده، انا وصلت للبيك بتاعه وانا لسه ما بداتش يومي. فده بيعمل كده، بيحسسك انك اول عندك خمول، تمام، بيحسسك انك مصدع، تمام، لان في جاب كبير قوي. ده مش الطبيعي، ده مش اللي جسمك متعود عليه، ده مش اللي جسمك مخلوق عليه، حلو. انت مش مخلوق انك تتعرض ل60,000 موقف عكس بعض في نفس الثانيه، ده مش طبيعي خالص، حلو. فبيحصل جاب كبير قوي بين لحظه والتانيه، فده بيسبب لك صداع، تمام، بيحسسك انك مش قادر، بتفقد التركيز لان انت خلاص اتعرضت لكميه مشتتات، ومخك اتخزن بكميه معلومات ملهاش اي 30 لازمه، وانت بعد 5 دقايق تكون نسيتها. بس للاسف الهرمون دوت لما بيوصل البيك بتاعه تقريبا بيكمل اليوم على نفس المستوى، او بينزل حاجه بسيطه. طب إيه المشكله في كده يا عبد الله؟ انا هقول لك المشكله. ربنا مدينا نعمه حلوه قوي، وهي نعمه النوم. انت بتنام 8 ساعات في يومك، او ده الطبيعي انك تنام 8 ساعات في يومك. فده معناه انك لو عايش 60 سنه، في 20 سنه منهم انت نايم، تلت حياتي نايم. فده معناه ايه؟ ده معناه ان النوم نعمة كبيرة جدا، والنوم مهم جدا. النوم ده هو الفترة اللي جسمك بيبني فيها الأنسجة، هو الفترة اللي جسمك بيفلتر فيها الأفكار، بين الأفكار تتمسح، بين الأفكار تتخزن في الذاكرة اللي هي بعيدة المدى، تمام. فحرفيا زي بيتعمل لك ايه؟ فورمات لجسمك، فورمات لعقلك، فورمات لكل حاجة بيتعمل فيه الريكفري. فأنا دلوقتي لما الكورتيزول بيبقى عالي، بيضعف افراز الميلاتونين، تمام، وكمان بيخلي الوصول للنوم العميق، اللي هي اهم مرحله نوم، هي ونوم الاحلام، يعني هم 5 مراحل. اهم مرحله هي النوم العميق ونوم الاحلام، بيخليك ما تعرفش توصل للنوم العميق، فبتنام نوم خفيف، فالريكفري بتاعك بيكون وحش، طاقتك بتكون وحشه، فبتصحى تاني يوم انا اصلا حاسس ان جسمي مكسر، وان انا مش قادر، وان انا خملان، وان انا لسه عايز انام ومش قادر. وده ما حصلش بسبب اليوم النهارده، ده حصل بسبب امبارح، ان انا بدات يومي ان انا عملت جاب كبير قوي ورفعت الكورتيزول قوي في بدايه يومي. طب الطبيعي ان انا اعمل ايه؟ الطبيعي ان انا اول نص ساعه في يومي ما امسكش الموبايل. فالنص ساعه ديت انا هبدا اتعرض لحاجات طبيعيه. اوكي، انا فكرت في مشكله. هبدا اتعرض لحاجات طبيعيه، تمام، فالكورتيزول بتاعي هيبدا يعلى بشكل تدريجي، يعلى بشكل تدريجي، وبعد كده اقوم جاي نازل تاني بشكل تدريجي. ده المنظر الطبيعي، حلو. انما اللي احنا بنعمله لما بنعرض نفسنا لكميه المشتتات، ان احنا بنوصله للمنظر ده، ما بيبقاش فيه فوكس، تمام، ما بيبقاش فيه اي طاقه، انرجي، ما بيبقاش فيه اي حاجه. انما تحت يا باشا انت فوكس تمام، انت انرجي تمام، انت كل حاجه تمام، حلو. عندنا بقى هرمون تاني، واعتقد ان كلنا نعرفه، وهو هرمون الدوبامين، او الهرمون المسؤول عن السعاده، حلو. لما انا في بدايه يومي بعرض نفسي لريلز كتيره جدا، انا بدخل جوه دماغي او جوه عقلي كميه دوبامين. بص، شايف الجاب ده؟ شايف الجاب البسيط اللي احنا عملناه هنا ده؟ بص بص بص، قده مرتين، قده مرتين. فده بيأثر على ايه يا عبد الله؟ ما ايه المشكله ان انا اخد دوبامين ومتعه واتبسط؟ انا هقول لك المشكله في ايه. المشكله ان انت، ما انت بتعلي الدوبامين عندك قوي، فانت خلاص في بدايه يومك انا سستمت ده على ان هو بياخد دوبامين ببلاش،
دوبامين رخيص، دوبامين بكميات مهوله يا باشا. انا وصلت البيك، انا وصلت لاعلى حاجه ممكن توصل لها، فاهم؟ فهاجي بعد كده انا عايز اتمرن. التمرين دوت هياخد مني ايه؟ هياخد مني effort، هياخد مني مجهود. التمرين دوت هياخد مني وقت، هياخد مني تايم. التمرين دوت عايز تحضير، التمرين دوت عايز حاجات كتيره. فكل ده عشان اخد ايه؟ شويه دوبامين صغيرين في الاخر. فجسمك يا باشا، عقلك ذكي، عقلك بيحاول يريحك. عقلك ما يعرفش التمرين دوت مفيد ولا لا، هو ما بيعرفش يفرق بين الصح والغلط. ازاي يا عبد الله؟ انا عقلي بيفرق بين ده مريح وده مش مريح، ده هيبسطني اسرع من ده، فهو هيروح للي هيبسطك اسرع. فلما اجي اطلب منه ان انا انزل اتمرن او انزل اعمل اي حاجه، فيا باشا هتلاقي عقلك عمال يقول لك لا، انت مش قادر، انت ما فيكش طاقه، طب افتح، طيب شوف الريلز ده، طب افتح مش عارف ايه. فتفضل في موال الدوبامين دوت مدى اليوم. فتلاقي ان يومك خلص من غير ما تعمل اي حاجه في يومك. هتلاقي ان يومك خلص من غير ما يبقى فيه اي انتاجيه، وغالبا بتضيع كل العادات اللي انت بتكون مستمر عليها. طيب ايه الطبيعي يا عبد الله؟ الطبيعي ان انا في اول نص ساعه في يومي، اول 30 minutes I'm sorry، اول 30 minutes في يومي انا هكون مش بمسك الموبايل. ليه؟ انا عايز اصحى، افتح عيني الاول، افوق، ابدا استوعب الدنيا فيها ايه، تمام؟ يبدا الدوبامين يعلى سنه سنه، يبدا ياخد الشكل الطبيعي بتاعي. فلما الدوبامين بتاعي يكون قليل كده، هبدا اطلب منه ان انا عايز انزل التمرين عشان التمرين هيوصلني مثلا للبوينت دي، فيلا يا باشا نطلع. هبدا اقول له انا عايز اقرا عشان القراءه توصلني للبوينت دي، فيلا يا باشا نطلع. حلو. وابدا بعد كده يبدا يقل لحد ما بتخش في مرحله النوم. حلو. انما لو انا اوريدي انا بدات من النقطه دي، انا هقول له ان انا عايز اوصل هنا، هيقول لي لا يا باشا انا مش عايز اروح، انا تمام، انا في اعلى حته. فاهم قصدي؟ فهو مستحيل هيقول لك انا هوصل من العالي للقليل، لو انا عايز اروح من العالي للقليل. هو ما يعرفش ايه المفيد، ما يعرفش المدى البعيد والمدى القريب. هو عايز يريحك، هو عايز يبسطك. فهو عمره ما هيدور ان انت تقرا او تتمرن او يكن، هو هيدور على اللي هيجيب لك المتعه الاسرع. ف ده ملخصا ان احنا عايزين نوصل لاول عاده، الا وهي ان احنا اول نص ساعه في يومنا مش هنمسك الموبايل. طب هي هتبقى اول نص ساعه في يومنا بس يا عبد الله؟ لا، هتبقى برضو اخر نص ساعه. طب ليه اخر نص ساعه يا عبد الله؟ لان اخر نص ساعه في يومنا، تمام، اول حاجه ان الموبايل، يعني عقلنا اصلا او جسمنا عندنا حاجه اسمها الغده الصنوبريه. الغده ديت بتفرز هرمون اسمه هرمون ميلاتونين. انا اتلخبطت، تمام. فالهرمون دوت هو المسؤول عن النوم. هو زي، فلنفترض ان هو في اوض، حلو، الاوضه ديت لما تتملى انت بتنام، فالهرمون دوت بيخش الاوضه يملاها عشان تنام. حلو. طب في حواجز كده ممكن تمنع ان الهرمون يخش الاوضه، زي مثلا ان الباب دوت يتقفل. طب ايه اللي بيقفل الباب دوت يا عبد الله؟ الضوء. كون ان انا اكون معرض لضوء، فجسمي بيستشعر ان انا لسه بالنهار، فانا لسه مش محتاج انام، فهرمون الميلاتونين بيبقى اقل. فما نمسكش موبايل في اخر نص ساعه، عشان نهيئ جسمنا ان احنا خلاص مفيش موبايل، مفيش شاشات، ضوء خفيف جدا، ضوء ورم مثلا، او مفيش ضوء يكون يستحسن. فالهرمون الميلاتونين يبدا يعلى 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 يعلى، تبدا تحس انك عايز تنام وتخش في النوم، وتوصل للنوم العميق بقى ونوم الاحلام والجميع الانواع ديت كلها. وتصحى تاني يوم فايق، مركز، حاسس ان عندك طاقه، حاسس ان انت تقدر تعمل حاجات كتيره جدا. ده كان اول عاده، وهي عاده ان احنا مش هنمسك الموبايل اول نص ساعه، ومش هنمسك الموبايل اخر نص ساعه. طب ايه تاني عاده يا عبد الله؟ هي بكل بساطه ان انا هشرب كوبايه ميه كبيره. ايه يا عم الهبل ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا، احنا هنشرب كوبايه ميه كبيره. ليه هنشرب كوبايه ميه كبيره؟ لاسباب كتيره قوي، انا اصلا ما قدرتش احفظها كلها، تمام. وفي اسباب لما عملت سيرش كان اول مره اعرفها فكتبتها. اول حاجه ان عندنا جسمنا لما بنكون نايمين بيبقى عدى فتره جفاف حوالي 8 ساعات. انا بقالي 8 ساعات جسمي ما بيخشش سوائل، وجسمي عمال بيحرق، تمام. جسمي عمال شغال، دماغي شغاله وانا نايم، جسمي شغال وانا نايم بيحرق، تمام. فعمال بيستنزف سوائل، فجسمي بيوصل له حاجه، يعني حاله من الجفاف، تمام. فاولا انت بتعوض الجفاف ده، تمام. تاني حاجه ان الدم في الاول او اول ما بتصحى بيكون بسبب الجفاف دوت تدفق الدم، او القلب بيكون نبضاته يعني مش اقوى حاجه، مش بتوصل الدم بالكفاءه المطلوبه. فلما اشرب ميه انا بعمل حاجه لبلازما الدم. عندنا حاجه في دمنا اسمها بلازما الدم. بلازما الدم دي لما بترجع لحجمها الطبيعي بسبب الميه، الدم بيبقى التدفق بتاعه اقوى، فبيوصل للاطراف اسرع، بيوصل لمخك اسرع، فبفوق اسرع، بركز اكتر،
بحس ان انا عندي طاقه اكتر، مش بحس بالكسل والخمول اللي بحسه من بعد ما انام. فلو دايما بتحس انك بتبقى مش قادر، بتبقى مكسل، بيبقى عندك خمول كده وانت نايم، اصحى من النوم يا باشا، كوبايه الميه اللذيذه كده، بسم الله الرحمن الرحيم، شربنا كوبايه الميه، خلاص يا باشا انت فايق، انت 100% دلوقتي، فاهم؟ انت خلاص، انت الدم وصل لكل حته في جسمك، انت الدم وصل لكل اطرافك، ايدك، رجلك، دماغك، عقلك، كل حاجه، وهتشتغل بنسبه 100%. ايه تاني؟ حرفيا نسيتهم. اول حاجه تاني حاجه هتنشط الجهاز الهضمي، ان هو يطرد السموم. الجهاز الهضمي هينشط بقى الكلى والكلام ده كله، فيبدا يطرد السموم والفضلات اللي في جسمك، فزي كانك بتعمل فلتر لجسمك. حلو. وكنا حاجه ما قلناها عن النوم، كان ايه يا ربي؟ ان عندك جهاز كان جهاز تقريبا اسمه باراسمبثاوي، حاجه زي كده برضه، عشان انا نسيتها برضه لان انا مش بجهاز للفيديو دوت قوي. ايه الباراسمبثاوي ده عامه حاجه كده، او زي بروسيس كده بتحصل قبل النوم، درجه حراره جسمك بتقل، ضربات قلبك او النبض بتاعك بيقل، وبتبدا بقى الميلاتونين يعلى، الكورتيزول يقل، عشان تبدا تخش في مرحله النوم. فكل دوت هيؤدي الى انك توصل للنوم العميق. بجد النوم ده مهم قوي، يعني ممكن اعمل في النوم 30 فيديو، وكل فيديو يكون بيتكلم عن موضوع مختلف، كل فيديو مش هيبقى فيه ولا كلمه بتتكرر بجد. يعني اتمنى ان انتوا تتثقفوا عن نومكم وتحاولوا تحسنوا من نومكم، عشان الموضوع هيفرق معاكم 180 درجه. نرجع للميه. تمام، قلنا ان هو بيرجع بلازما الدم، تمام، وبيسرع ضخ الدم ووصول الاطراف، بيخليك فايق اكتر، بينشط الجهاز الهضمي للسموم، ان هو يطرد السموم من جسمك ويصفي الكلام ده كله. فبكل اختصار، عادتين بسيطتين جدا 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 جدا. هصحى من النوم، هقوم اغسل وشي، اشرب كوبايه ميه، ومش همسك الموبايل لمده نص ساعه. قبل ما انام مش همسك الموبايل لمده نص ساعه. ايه نتيجه الحاجه البسيطه دي؟ تركيز اعلى، انتاجيه اكتر، طاقه اعلى، انبساط فعلي، لان الدوبامين الرخيص اللي انا باخده من الريلز ده مش بيبسطني، دي متعه مش انبساط. انما لما انجز حاجه في يومي، زي اني اتمرن، زي اني اقرا، زي اني اتعلم حاجه، زي اني اقابل حد بحبه واقعد معاه، زي اني انزل اساعد حد محتاج، ده هيبسطني اكتر بكتير جدا من اني الف في شويه ريلز. فده الدوبامين الحقيقي اللي يستحق ان احنا نتعب ونحاول ان احنا نوصل له. فبس ده كان كل حاجه الفيديو النهارده، وده كانت العادات بتاعت اول يوم في ال7 day challenge. لو ما تعرفوش ال7 day challenge او احنا عاملين ايه، هسيب لكم لينك الكوميونتي في الواتساب، تقدروا تجوين وتفهموا الدنيا فيها ايه وتبقوا معانا. احنا هي فور فري، تمام، على واتساب، بنساعد بعض نتطور، بنساعد بعض نبقى احسن، بنشير هابتس، بنعمل مسابقات. في ناس كسبت اكسس على كورسات لمجرد ان هي حضرت معانا ميتنج، كان ميتنج مهم، كان امبارح اصلا، تمام. في ايه تاني؟ فاحنا عاملين حاجه اسمها 7 day او الريسيت دوبامين، او 7 day challenge لمده اسبوع. كل يوم بنعمل هابتس، واليوم اللي بعده بناخد هابتس الايام اللي قبلها وبنزود عليها، فالتشالنج تراكميه، تمام. ودي كانت عادات اول يوم من التشالنج ال7 day challenge او الريسيت. فبس هسيب لكم اللينك في الديسكربشن، وده كان كل حاجه الفيديو النهارده. لو استفدت ولو بحاجه بسيطه، ما تنسانيش بدعوه حلوه زيك يا عسل انت، والسلام عليكم.